بيبدأ الفيلم ببنت اسمها رايا راكبة على حيوان أليف اسمه توك توك، وهو شكله غريب بس لطيف. وهي وماشية في الصحراء بتشوف تماثيل وبلاد مهجورة، وبتبدأ تحكي إيه اللي حصل. من 500 سنة كان في مكان اسمه كوماندرا، وكنا عايشين مع التنانين اللي كانوا مصدر للخير والمياه والسلام، وكانت زي الجنة. وفجأة ظهر الدرون، وهو وباء شرير بيتغذى على حياة الناس، وبيحول كل اللي بيلمسهم لحجارة. والتنانين حاربوا بكل قوتهم، ولكن ما كانش كفاية. وفي النهاية ظهرت سيسو اللي جمعت كل سحرها في جوهرة، وقتلت كل الدرون، وكل اللي اتحولوا لحجارة رجعوا ما عدا التنانين. وكل اللي فضل من سيسو الجوهرة. ومفروض ان دي لحظة مهمة والكل يتحد، ولكن الكل اتقاتل على الجوهرة، والحدود اترسمت، وكوماندر اتقسمت ل5 قبائل على اسم أجزاء جسم التنين. ولكن مش ده اللي دمر العالم. اللي دمر العالم بعد 500 سنة لما أنا ظهرت في الحكاية، وبنشوفها وهي صغيرة ولابسة لبس محاربين، وبتقاتل والدها اللي بيحمي الجوهرة عشان يعلمها تكون قوية وشجاعة. ووالدها كان زعيم قبيلة القلب، وكان مؤمن إن كوماندرا ممكن ترجع تاني واحدة، وعشان كده عمل عزومة كبيرة لكل القبائل ال5 عشان يحاولوا يصلحوا الأمور. وفي العزومة دي رايا اتعرفت على نماري بنت قبيلة الناب، وكان باين عليها الطيبة. فنماري ادت رايا هدية وهي قلادة على شكل تنين، فرايا وثقت فيها وورتها مكان الجوهرة. بس للأسف نماري خدعتها، لأن كل ده كان جزء من خطة قبيلتها عشان يسرقوا الجوهرة. والكل عرف إن في هجوم على الجوهرة، فكل القبائل بيحاولوا ياخدوها لنفسهم. ولكن الجوهرة اتكسرت ل5 قطع، ولما اتكسرت خرج الدرون، والدرون بدأ يهجم على الناس. ولكن قطع الجوهرة لسه فيها سحر، فكل قائد قبيلة خد قطعة من الجوهرة وهرب. والد رايا حاول ينقذها فرماها في النار، لأن الدرون ما يقدروش يلمسوا المية، وتحول بعدها لحجر. وبعد 6 سنين ما فضلش غير رايا وتوك توك، وبدأت تدور على سيسو التنين الأخير عشان تساعدها تعمل جوهرة جديدة. وفي نهاية آخر نهر، لأنها خلال ال6 سنين دورت في كل الأنهار، رايا أخيرا وجدت سيسو اللي قالت لها إنها ما عملتش الجوهرة، لكنها استخدمتها نيابة عن إخواتها التنانين اللي أخدت منهم سحرهم. وبعدها راحوا مع بعض في رحلة يجمعوا قطع الجوهرة اللي اتكسرت عشان يركبوها تاني ويخلصوا على الدرون ويرجعوا كل اللي اتحولوا لحجارة.